صباح الخير. بنوتية كده جميلة بتسألني بتقولي بيبقى في موقف بيني وبين أي حد وبيبقى الحق عليه وهو اللي غلطان، وإذ فجأة بلاقي الموقف بيخلص إن أنا اللي غلطانة. بسألها سؤال مهم جدا: لما بيكون الحوار داير وانتي بتتكلمي بمنطق وبتتكلمي بأدب، وهو بيتكلم الشخص التاني بيتكلم معاكي وغلط، قالك كلمة مستفزة، قالك كلمة ضايقتك، عمل حركة، انتي رد فعلك بيكون ايه؟ وعلى اساسه اقدر اقولك انت ازاي بتضيعي حقك، وازاي اللي قدامك بيقلب الترابيزه عليكي والموضوع بيبقى ضدك مش معاكي. هنا نقطه ثانيه فاصل ما بين حقك يضيع او يبقى معاكي. ما ترديش قبل ما تفكري، ما تضيعيش طبعا حقك، يعني مش ما ترديش اللي هو الموقف يعدي وما تاخديش حقك، لا. دلوقتي انا بتكلم مع حد وراح قايل لفظ او قال جمله او تريقه او ايا كان شيء غلط، بتبصي له، بتثبتي وشك، ما بتنطقيش، وتسأليه انت بتقول ايه. هنا انت عملتي يعني توقيف للموقف من ان هو يستمر وانه يهزر، او انك انت تتعصبي وتتضايقي في اللحظة. هي ثانية بتفصل بين حقك يضيع ويجي. افتكري الكلمة دي كويس جدا. الكلام ده مع حد من اخواتك، واحدة صاحبتك، حد في الشارع، حد من قرايبك، جوزك، ايا كان، خطيبك. واوعي يكون اللي قدامك بيتجاوز حدوده، ولمجرد انك تشوفي ان هو بيتجاوز حدوده وتيجي تردي تضيعي حقك. اللحظة الفاصلة ما بين حقك يضيع ويجي هي لحظة سكوت، تفكري وتسألي، تدي نفسك وقت تسألي سؤال: انت بتقول ايه؟ وتحسسي اللي قدامك انك انت مستنيه منه اجابه. يقول بقى بهزر، يقول انت زعلتي، يقول اللي يقوله. ما تضيعيش حقك. لازم تقفي الثانيه دي وما ترديش. ما تبقيش سريعه الرد فتخسري، وما برضه تضيعي حقك وتعتبري لا عادي. طالما الحاجه من جواكي ضايقتك اقفي، جربي مرة واتنين وتلاتة. الموقف ده هتلاقيه بيفرق جدا جدا معاكي ومع اللي قدامك، وهتلاقي نفسك مع الوقت بتاخدي حقك بذوق وبأدب من غير ما يتقلب عليك الترابيزة ومن غير ما تضيعي حقك. والسلام عليكم.